السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايبي كده جبنا شوية طلبات كده من السوق، قلت اشارككم معايا يا حبايب قلبي. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم نعمة في حياتي، ونشوف كده الاسعار مع بعض يا حبايبي. والحاجة اللي نلاقيها غالية علينا نجيب منها نص كيلو بس، نجيب على قدنا، نستهلك على قدنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا حبايبي: من ملك قوت يومه كأنه ملك الدنيا بحذافيرها. يعني ايه؟ يعني أنا لو عندي أكل يوم واحد كأني ملكت الدنيا. وإحنا الحمد لله والشكر لله عندنا قوة أسبوع، قوة شهر، الحمد لله والشكر لك يا رب. تمام يا حبايبي. فاحنا هنا يا حبايبي ايه، جبنا شوية طلبات كده. جبت هنا سبانخ. كانت بتقول لي ربطتين ب5 جنيه، جبت التلاتة بايه ب5 جنيه، وقلت لها كمان ربطة خضار كزبرة عليهم كمان اهي يا حبايبي. نكتر الطبخة كده ايه وتكفينا يومين. الطبخة عندنا احنا ربطة بتكفي وبتفيض اليوم، احنا لا هنعملهم هتكفينا ايه طبيخ يومين يا حبايب قلبي. تمام. وجبت هنا كمان منها بنجر اهون عشان نحط على اللفت بتاعنا يا حبايبي، وعلى المخلل بتاعنا. ولو عايزين نحط على العصير حلو خالص للانيميا يا حبايب قلبي. جبت منها دولي ربع كيلو ب4 جنيه. قلت لها طب هاتي بالجنيه كمان خضار، بتقول لي الربطه بنص جنيه. قلت لها لا، انا ايه هاخد التلاتة. ماشي، خدت 3 ربط كمان اهو عشان الايه الكرنبايه الحلوه دي يا حبايبي. بس البت منا برضو ضحكت عليا وادتني الكرنبايه دي ب15 جنيه. يا بت يا منا قولوا غيار، قالت ب15 جنيه الواحد. قلت لها اقول لك انا مش برضو مش هتغلبيني يا من، هاخدها ب13 جنيه. تمام، هاخدها ب13 جنيه وعليا 2 جنيه ليكي من الاسبوع اللي فات، يبقى يبقى حسبتها ب13 جنيه، ما غلبتنيش برضه. ماشي يا حبايبي. وجبت كمان كيلو فاصوليا ايه خضرا يا حبايبي، جميله ومفيده يا حبايب قلبي وزي العسل، بتبقى مسكره وزي العسل. جبتها الكيلو ب10 جنيه. انا الاسبوع اللي فات لا اللي قبله كنت جايباها النص كيلو ب8 جنيه. في ساعه ما لقيتها قلت لها احنا بنحبها طبيخ يكفي يومين اتنين بحاله. وجبت بطاطس، جبت كيلو ونص ب10 جنيه. دي موسطنه يا حبايبي كده، ولا هي صغيره ولا هي كبيره. بس حلوه في القليه. احنا طبعا عشان الزيت احنا متفقين ما عدناش هنقلي، عملنا اضراب على الزيت خلاص. آه هنعمل يا حبايب قلبي هنعملها نقطعها بالطريقه اللي انا وريتها لكم، اللي احنا نقطعها كده ونسلقها الواحده كده 4 صوابع. الصبع يكون تخين كده، معرفش بيسموها ايه في المطاعم. ونسلقها نص سلقه، وبعد كده نحطها في الفرن ايه على شويه زيت صغيرين، ونزقها في الفرن بالتوابل بتاعتها. هتبقى تحفه احلى من المقليه 100 مره. وجبت يا حبايبي كمان 2 كيلو بصل بال10 جنيه، عاد ب5 جنيه البصل. انا ما خزنتش السنه دي ندمان. بجيب على قد الايه الطلب كده يا حبايبي، على قدنا، على يكفي الاسبوع بس. وجبت كمان الكلامنتين اللي انا ما بستغناش عنها، بس كانت حلوه النهارده. التلاته برضو ب10. ما جبتش ام 5، انا هبله اجيب ام 5 العيال يخلصوها. وجبت يا حبايب قلبي كمان تفاح، قلت يلا ضحي يلا بقى بلاش دوشه. جبت التفاح كان فيه ب20، وكان فيه دون ال2 كيلو ب35 جنيه. يا ستي ما يبقى ب15 عشان يبقى ال2 كيلو ب30. قالت لا. قلت يلا بقى انا هجيب لهم نوعين اتنين بس فاكهه المره دي. بس هم بنتي الصغيره طالبه تفاح، قلت لا اجيب لها اللي نفسها فيه، وادينا هناكل جنبها. تمام يا حبايبي اهو. وجبت كمان الطماطم التلاتة ب10. طماطم اهي جبت 3 كيلو لا يا ربي، جبتها ب5 جنيه. كانت ب6 جبتها ب5 جنيه، 3 ب10. وانا خدتها حلوانه في سلوانه، كله 3 ب10 كله 3 ب10. يعني لو الود اجيبها ال5 ب10. المهم بقى ايه، جبتها يا حبايب قلبي ب5 جنيه. جبت 4 كيلو، شايفين مش مالين الكيس، وانا قال عمال اعبي واقول لسه بدري على 4 كيلو. والراجل شال نصهم منزل وفضهم في الارض في القفص بتاعه يعني. شايفين؟ جبت 4 كيلو ب20 جنيه طماطم، 4 كيلو ب20 جنيه. الجزر ب5. جبت 2 كيلو ب10 جنيه. جبت قلت ايه هناخد للبسله والباقي العيال يقعدوا يقرقضوا كده زي الفران. حلو الجزر بيقوي النظر. تمام يا حبايبي. شايفاه جايباه حلو ازاي اهو. جبت كمان بسله ب15 جنيه. البت رحمه بقول لها يا بنتي الاتنين ب25، الناس بيبيعوا. قالت والله جايه جمله ب14 جنيه، وهي حلفت بقى ما ينفعش ان انا اكذبها. قلت لها خلاص هاتي كيلو واحد بس، بعد ما كنت هاخد 2 كيلو قلت لها لا هاخد ايه كيلو واحد بس ب15 جنيه، مش مشكله نعمله ايه برضو يكفينا يومين. وجبت بقى يا حبايب قلبي، شايفين اشتغل فلاحه بقى.
هعمل فلاحه بقى انا ايه. عندي طبعا زي ما قلت لكم غله، وبغسل غله وبشتري غله يعني، وبعمل طحين وكده. جبت الغربال ده عشان الغله، عشان ما اقعدش اشحت. الناس اشتكوا مني كل شويه اشحت منهم الغربال، هاتوا الغربال ودوا الغربال. لا انا هاخد ايه، جبت غربال اهون للغله يا حبايب قلبي. بكام؟ الراجل كان بيقول لي ب50 جنيه. قلت له 50 جنيه مين يا عم الحاج، وانا بلاقي الفلوس؟ لا ب40 بس يا ستي، يبقى لك ب45. قلت له هو ب40. اسكت بس. قال لي طب خدي شوف انت عايزه ايه تاني. وجبت منخل للدقيق الغله اهو. بكام؟ بيقول لي ب20. جبته ب20 ده. وجبت كمان لا كان بيقول لي ب25، جبته ب20. وده منخل للذره، هو صغير شويه ب15. كان عايز يديني كمان واحد زي دون ب20. فقلت لا يلا بقى ايه، خلينا ايه، انا ما بنخلش ذره كتير. صغير صغير مش مشكله هيكفي. تمام. فانا لازم ايه، كل واحد كده انكف معاه شويه على قد ما اجيب الحاجات بتاعتي يا حبايبي. تمام. جبت كده يا حبايب قلب اهون الغربال والمنخل ودون. جبتهم ب75 جنيه اهو. تمام. وجبت كمان كيس اوكسي. خليكي شاطره كده وفصلي مع الناس. بيقعدوا يقولوا ايه، بيمسكوا البطل عما يوصلوا الحق. بيجيبوا جبت بتاع مسحوق للغسيل بكام؟ اللهم صل على النبي، ب24 جنيه. الراجل بيقول لي ب25، جبته ب24 برضه. وجبت سلكه مواعين اهو للمواعين يا حبايب قلبي. لازم دوده فيا، عارفين لو انا هفاصل في جنيه لازم الجنيه ده لازم. معرفش ليه كده، علشان خاطر ايه، ما هو جنيه مع جنيه هيلم، ما في الاخر هجيب اجرة التوك توك. انتوا بتتكلموا ازاي؟ المهم يا حبايب قلبي، جبت كمان سلك مواعين اهون نص كيلو. الراجل عمال اقول له هو هم حبه صغيرين كده ليه، ما تكتر شويه. يقول لي هم بالميزان اهو نص كيلو. قلت له بكام بقى؟ قال لي ب17 جنيه ونص. وده كان ب24. اديته في الاتنين 40 برضه، سمسرت 2 جنيه برضه. ما فيش، هي دوده هي دوده كده، ما اعرفش ليه. اهو يا حبايب قلبي الحاجات بتاعتي اللي انا جبتها. ايه رايكم في مشترياتي؟ وخليكي شاطره وناصحه كده مع البياعين عشان ما يضحكوش عليكي. تمام. بس ما جبتش سمك النهارده يا حبايبي، برضو لسه ولادي تعبانين من دور البرد. والاسبوع اللي فات خالتهم جت زارتنا في الفيديو اللي هينزل لكم ان شاء الله كده. معرفش نزل ولا لسه. خالتهم جت وجابت الغدا بتاعها معاها، جابت سمك وقالت انا مش بعرف اشويه، وخدي ايه اشوي انتي ونتغدى سوا. فاحنا عند مادام كلنا سمك الاسبوع ده هنجيب نهدر وخلاص. هي دوده يعني فينا ناكل ونرمي؟ لا. قلت له ايه بلاش السمك. عندي كبد وقوانص بتاعت الفراخ، قلت هنعمل النهارده كبد وقوانص مكان السمك. ومكان السمك فلوس السمك عملت بيها ايه عشان اظبط ميزانيتي بقى؟ جبت الحاجات اللي لازماني دي يا حبايبي. فانا بنلبس طاقية ده اهو للراجل اللي هناك ده. ولما الراجل اللي هناك ده الطاقيه مش عادة نافعه معاه، معرفش ليه شكلها واسعه عليا ولا ضيقه، الله اعلم. هنعمل ايه؟ الحمد لله والشكر لله. لازم نوفر وندبر على قد ما نقدر ونكون شطار كده يا حبايب قلبي. ربنا يخليكم ليا يا رب، ويديمكم نعمه في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا. ودي كانت مشترياتي النهارده يا حبايبي على قد كده. ايه رايكم؟ واسفه ان انا رغايه كده وبرغي معاكم كتير، بس هي دي طبيعتي يا حبايب قلبي. واللي بيحبني على كده هيتفرج عليا، واللي مش بيحبني هو حر، انا ماله وماله. تمام. وما تنسوش لايك بقى، لايك حلو كده لحبيبتكم اختكم حبيبتكم، وشجعوني. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم بحبكم في الله يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.